هلا صفحة مذيعين ومذيعات من سوريا هي من أكثر الصفحات اللي حسستنا نحن المذيعين إنه في اهتمام ومتابعة لكل المستجدات وحتى المناسبات المهمة بالنسبة للمذيعين والمقالات كمان اللي ممكن تنشرها صحيفة ما. هلا رح يكون معنا لنحكي عن هاي الصفحة علا أحمد أدمن صفحة مذيعين ومذيعات من سوريا. مرحبا علا. مرحبا بيلسان، كيفك؟ كيفك؟ تمام. هي أول تمام. مرة على فكرة بحكي أنا وعلا، عادة بنحكي فيسبوك. كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، كيفك انت؟ تمام الحمد لله، واسفين انه عم نعطلك، انا بعرف انه انت عندك شغل تاني، حضرتك يعني مدرسه بالمدرسه. صحيح. خلينا الله يهمك. خلينا نسالك علا، هلا اول شيء شو خطر لكم تعملوا صفحه للمذيعين والمذيعات بالذات؟ يعني ليش مثلا مو للمعلمين باعتبارك انت معلمه؟ صراحة هلا صح دور المعلمين أساسي وهيك، بس كون المذيعين ظهور ووجه على التلفزيون فهو أكثر بيمثلنا وأكثر بيوصل صوتنا لبرا، فحبينا نركز عليه أكثر حتى نوصل نحن صوتنا كشباب وكشعب سوري نوصله لبرا أكثر. اوكي. فهذا هو السبب الأساسي. وكمان من احد انواع الدعم، يعني ما في كان ولا صفحه سوريه او حتى موقع يعني كان بيهتم بامور المذيعين، ايه ويعني تماما. يعني عم نحس حالنا مهمين الى حد ما. وانتم فعلا مهمين، بس كنا يعني في لوم علينا نحن، يعني انه نحن اللوم علينا انه ما كنا عم نهتم او ما كنا او ما يمكن ما كانت خاطر لنا هالفكره من قبل، بس هلا بعد ما صارت صفحتنا كرجوا صفحات كثير يعني، وهذا الشيء بيسعدنا انه منيح انه معناتها بلش الاهتمام فعلا يبين. هو انا صفحات مو سوريه، ما في غيركم صفحه سوريه عموما صح؟ في صفحات سوريا، لا بعدين برجع بقول لك عليها. طيب هلا خبريني على شو الصعوبات اللي ممكن تواجهكم خلال ادارتكم لهي الصفحه؟ والله هي صعوبات كثير، احيانا صعوبات انقطاع الانترنت، احيانا الكهرباء، احيانا مثلا مواعيد البرامج بتتضارب مثلا مع شغلنا نحن الادمنيه كلياتنا، اما عم نشتغل او طلاب يعني، ففي مواعيد معينه لبرامج معينه ما بنلحقها، فبصير علينا لوم وعتب من بعض المذيعين وهذا حقهم يعني، بس يعني نحن عم نحاول قد ما فينا انه ما يفوتنا شيء. وصار عندنا العدد كثير كبير وضغط، يعني احيانا كثير فعلا ما بلحق، انه بيكون عندي صور كثير بس ما عندي وقت اني الحق احطهم كلهم. يعني ليكني لهلا عم كان نشوف، زملائي يعني. يعني عم نشوف الصفحة في ما شاء الله فوق ال 34 ألف يعني لايك عليها للصفحة. وآخر شيء في عنا كمان مذيعات من طلاقة، في أريج وسمارة، بدنا نحييهم. هلا كم أدمن أنتم علا بصفحة مذيعين ومذيعات من سوريا؟ هلا نحن الاساسيين اللي عم نشتغل صرنا 4، امبارح ضفنا واحد خامس. وكل واحد مختص بشيء، هلا في مثلا انا واثنين ثانيين صور، جلنار معنا عم تشتغل هلا بالفيديو وشغلات تقنيه اكثر هي شاطره فيهم. هلا ضفنا شاب جديد معنا، عم مثلا بيراقب الصفحات الرسميه للمذيعين، اذا في اي شيء اعلان معين بيعمل له شير عنا على الصفحه حتى نضل كمان على طول متابعينهم يعني حتى ما يفوتنا شيء. لازم كل واحد يكون ببلد من شان التوقيت يعني في هلا صار معنا صبيه بامريكا وبالامارات وانا بسوريا، الشاب هذا كمان من سوريا، صار في معنا يمكن انت بتعرفيه بول عم يشتغل معنا كمان بالصفحه، وهي بعدي كثير لطيفه منه انه يعني عم يشتغل وعم يسوي صور وكل شيء يعني. ايه بول ما شاء الله عليه يعني مو خلي شيء، نشيط كثير. كثير نشيط وكثير يعني محب لسوريا، فانه حب يساعدنا، انا تفاجات فيه يعني انه مجهز صور وكل شيء وعم يتعذب فيهم يعني. حتى انا كمان تفاجات انه بول يعني ما له حدا سوري، لكن كثير متمسك بقضايا السوريين، يمكن عم يعني متمسك فيهم اكثر من قضايا بلده هن يعني. تماما تماما، يعني انا تفاجات فيه وهذا الشيء مثير للاعجاب يعني، انه معناته فعلا صوتنا وصل. طب هلا صار لكم تقريبا سنه ونص او سنتين انتم مؤسسين الصفحه علا؟ ايه يعني اكثر من سنتين صرنا هلا. اوكي. طب هلا انتم بعد هذا الوقت هذا حسيتوا حالكم انه انتم حققتوا الاهداف اللي انتم بدكم اياها؟ الى حد كبير ايه، الى حد كبير ايه، يعني صار عندنا انتشار كان بالدول العربيه وحتى يعني خارج الدول العربيه، صار مثلا الاعلامي السوري معروف ومرغوب ومحبوب بكل الوطن العربي. حتى قنواتنا السوريه متابعه، انه صرنا عم نحس انه في عليها اقبال، صارت الناس بتتابع برامجه، مثلا انا حبيت هذا الاعلامي بدي اشوف برنامجه، يعني صار عندنا لنا تاثير خارجي.
مثل ما كنا يعني مخططين عم يتحقق شوي شوي الحمد لله، وان شاء الله كمان لقدام اكثر. طب هلا في طريقه معينه عم تتبعوها من شان ممكن يكون في امور بتعرفي خاصه انه في نحن عايشين بفتره حساسه، هلا ممكن يكون في امور مسيئه للمذيعين او حتى لكم انتم الادمنز، فانه كيف عم تتعاملوا معهم هدول الامور؟ هلا نحن غالب الوقت انه بنراقب مثلا في تعليقات مسيئه، في شيء مثلا بتجينا مثلا تعليقات مسيئه، بتجينا احيانا تهديدات، بس طبعا هي تهديدات كلها فارغه، لانه يعني الحمد لله لا حيقدروا يوصلوا لنا ولا حيقدروا يعملوا معنا شيء. بالنهايه نحن ما عم نأذي حدا ولا عم نضر حدا. وفي حال مثلا احيانا ممكن يكون مذيع لا سمح الله انه هو ما حابب ينتشر صوره لسبب امني او هيك، نحن بنراعي هاي الامور وبنقدرها، يعني مثلا طلب انه نشيل صور معينه بنشيلها، يعني مراعيين هاي الامور كثير. طيب انا علا احمد بدي اتشكرك وبعتذر من جديد انه قطعناكي عن شغلك، وانت كمان يعني باعتبارك مدرسه. وعلا أحمد كانت مشاهدينا هي مديرة صفحة مذيعين ومذيعات من سوريا، بنوجه لهم كل التحية لكل الأدمنز فيها، يعني فعلا هن عم يشتغلوا شغل كتير حلو، هو شيء ما له هين أبدا، خصوصي إنه اللي بدهم يشتغلوا ببلاش، فهذا حاليا شيء نادر إنه يصير. هلا بدنا نتشكر كمان كل على فكرة جهود الشابة اللي عم تعمل أي شيء لحتى تكون تخلق شيء إيجابي، خاصة عنا هلا نحن بالوقت اللي عايشينه. ف يعني عن جد شكرا للكل، وبتمنى انه دائما الكل يتشجع لحتى يعمل مشروعه الخاص شو ما كان يكون. هلا علا كان مشروعها مثل يعني بشيء يعني انساني فينا نقول، لانه ما حدا كان فعلا عم يعني يهتم بامور المذيعين، فهي من الاشخاص اللي انا كثير بدي اوجه لهم تحيه كثير كبيره لعلا، بدي الله يعطيكي الف عافيه.